في هذا الفيديو سنعرض لكم توقعات الخبراء وحول حركة الذهب، ونكشف أهم المحفزات التي قد تدفع الأسعار للصعود مع اقتراب نهاية العام. الذهب يقف الآن على أعتاب موجة جديدة من الارتفاع، حيث تشير الرسوم البيانية إلى نموذج مثلث متماسك يعكس اتجاها صاعدا طويل الأجل وزخما هادئا لكنه قوي. هذا النمط الفني يعيد إلى الأذهان ما حدث في عام 1979 حين قفز الذهب بنسبة كبيرة مع نهاية العام، وهو ما يفتح الباب أمام سيناريو مشابه في 2025. المؤشرات الفنية الحالية تدعم هذا الاتجاه، فالمتوسط المتحرك ل200 يوم يسير صعودا، ومؤشر القوة النسبية RSI يتحرك في منطقة إيجابية بين 40 و70، مما يعكس سيطرة المشترين على السوق. كذلك صندوق شركات تعدين الذهب GDX يظهر إشارات اختراق محتملة قد تدفعه نحو مستويات $90، وهو ما يعزز التوقعات بأن المعدن الأصفر يستعد لمكاسب إضافية. التاريخ أيضا يلعب دوره هنا، ففي عام 1979 انطلق الذهب من نهاية نوفمبر وحتى رأس السنة، محققا ارتفاعا بنسبة 34% خلال 5 أسابيع فقط. وإذا تكرر هذا السيناريو فقد نرى الذهب يقترب من مستويات $5600 مع نهاية ديسمبر 2025. العوامل الاقتصادية العامة تدعم هذه النظرة، حيث يترقب المستثمرون قرار الفيدرالي الأمريكي في 10 ديسمبر بخفض الفائدة، وهو ما يزيد من احتمالية صعود الذهب. إضافة إلى ذلك، ضعف الدولار أمام مستويات مقاومة رئيسية عند 100.50 يعزز فرص المعدن النفيس في مواصلة الارتفاع. الخلاصة: كل المؤشرات الفنية والتاريخية والاقتصادية تتضافر لتشير إلى أن الذهب قد يكون في طريقه إلى موجة صعودية قوية مع نهاية هذا العام، لكن تبقى الاحتمالات هي الحاكم الأساسي في الأسواق، لذلك يجب على المتداولين التعامل بحذر مع هذه التوقعات.